وخيبر الحجازية، خيبر سوق العرب، خيبر درب البخور، خيبر الزراعة والحصون، وأيضا خيبر السدود العظيمة ونظام الري المتقدم جدا. هذا السد يسمى سد البنت، يقع في وادي الغرس في خيبر قريبا من قرية الثمد. هذا السد يرى الرحالة عبد الله فيلبي أنه بني من أيام السبائيين، يعني قبل الإسلام 3000 عام وأقل، من أيام السبائيين وملوكهم. وفيه بعض الآراء ترى أنه بني في العصر الإسلامي الأموي، وأنا لا أميل لهذا الرأي، لأنه لم يكن هناك أهمية في هذا العصر، لأن الدولة الإسلامية في ذلك العصر في دمشق وفي بغداد لم يكن في ذلك الأهمية لهذه المنطقة لبناء هذا الصد الصرح النادر العظيم اللي لا يوجد له مثيل في العالم ربما في وقته وإلى الآن باقي. ارتفاعه 50 متر كما ترون. هنا تجمع البحيرة، وهنا تقع حرة خيبر أو حرة النار أو حرة بني رشيد، لأنها أجزاء، أو حرة الكورة، كلها حرة واحدة لكن كل جزء له مسمى، فأنا بسميها جميع حرة النار عشان ما حد يقول ليش ما قلت اسمنا. هذا الوادي الغرس الضخم اللي يكثر فيه شجر الدوم، وهو ذو نبات سنريكم إنه مفيد وله علاجات طبية معروفة. احنا نتركه الآن، نتكلم عن السد. السد انظروا قاعدته، هذه الصخور الضخمة جدا يتجاوز أطنان وزنها، وطول السد يتجاوز 250 متر، وعرضه من فوق يتجاوز 10 أمتار. وكما ترون مقوس السد عشان يصير الضغط والحماية داخلية على شكل قوس، لكنهم لم ينسوا أيضا من فنونهم أن يملطوه بملاط اسمنتي لا يخترقه الماء، ربما أنهم طبخوه